السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهارده هنتكلم هل اكتسب عميل جديد ولا احتفظ بالقديم، وهل ممكن اجمع ما بين الطريقتين؟ طيب، خلينا نتفق الاول ان ممكن حد يفتكر ان كل ما بتكتسب ناس جديدة دي حاجة كويسة للبيزنس بتاعك. لا، هو على فكرة ممكن يبقى كوست او عبء مالي عليك اكتر من هو ان انت بتكسب او بتحقق مكسب. طب خلينا نتفق ان في طريقتين. اولا طبعا انك تكتسب عميل جديد، لو شفنا مثلا شركات زي اللي هي شركات المحموله اللي بتقدم خدمات المحمول، يعني هنلاقيها ان هي بتعمل كامبينز او حملات اعلانيه ضخمه بهدف ايه؟ بهدف ان هي تجذب عملاء جدد. طيب، بينما مثلا نلاقي في مثلا حاجات اللي هي ديليفري او اللي هي طلبات، مثلا ان هي بتبتدي تحافظ على العملاء القدامى، يعني او القديم اللي عندهم، عن طريق ان هم بتعمل لهم برامج الولاء والخصومات والكاش باك واللي هي استرداد النقود والفاوتشر اللي هي قسائم الشراء. بتخليهم يبتدوا ايه؟ يبقوا عندهم ولاء للابلكيشن دوت مثلا. طيب، في حد بيجمع ما بين الاثنين زي مثلا جوميا. هنلاقي مثلا في البلاك فرايداي بيعملوا خصومات رهيبه يعني او كبيره عشان يجذبوا عملاء جدد، بينما مثلا ان هم ممكن نلاقيهم للعملاء القدامى بيعملوا ايه؟ ان هم بيخلي في حاجه برنامج اسمه جوميا برايم مثلا للناس اللي هم بيديهم طبعا خصومات وكاش باك والكلام دوت. طيب، ده حد جمع، يعني ده مثال لحد جمع ما بين الاثنين. طب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ لو عايز اجذب عملاء جدد، دي على فكره يعني حاجه بتبقى تكلفتها بتاعت 5 اضعاف انك تحافظ على حد عميل قديم، وبيبقى فيها ريسك شويه ان هو ممكن العميل يجرب الخدمه بتاعتك وبعدين او المنتج بتاعك وبعدين يشفت او يروح لحد تاني على طول، يعني مش لانه ما عندوش ولاء، لسه ما عندوش ولاء للمنتج او البراند نيم بتاعك اللي هو العلامه التجاريه بتاعتك. طيب، بينما مثلا لو لقينا اللي هو الناس اللي بتحتفظ، اللي هي الشركات اللي بتحاول تحتفظ بالعملاء القدامى، يعني بيبقى عندهم حاجه اسمها، هم بيحسبوها ان هي العميل القديم ممكن الزبون بيجيب زبون، اللي هي الورد اوف ماوث، يعني ان هو مثلا حد عجبه الخدمه او المنتج فهيبتدي يقول للايه، لصحابه وزمايله والريلاتيف والسيركل بتاعته، يعني الدايره اللي حواليه، فهيجيب عملاء تانيين. برضو بيحسبوها بطريقه الكاستمر لايف تايم فاليو، اللي هي قيمه عمر العميل في خلال معاملته معايا في الشركه. مثلا هنقول ان في عميل بيشرب قهوه من مكان ب 50 جنيه في الاسبوع، بقيمه 50 جنيه في الاسبوع. لو حسبناها مثلا ان هو بيجي 40 اسبوع في السنه، فهنضرب 50 في 40 يبقى 2000 جنيه سنويا بيجي من العميل دوت. لو قلنا مثلا ان هو اللايف تايم بتاعته هتبقى 5 years او 5 سنين، فهنضرب ال 2000 في 5 يبقى العميل ده بيطلع لي كاستمر لايف تايم فاليو 10000، او قيمه العمر العميل معايا في الشركه دي 10000. فدي طريقه تانية برضو ان هو ازاي بنخلي العميل بتاعنا القديم موجود وعنده ولاء شويه، فنبتدي نعمل له خصومات كاش باك زي ما قلت لحضراتكم، فاوتشرز اللي هي قسائم شراء. طيب دلوقتي برضو هنعرف ازاي نفرق ما بين الاثنين. احنا بنحاول نوازن ما بين الاثنين، بس لو انت شركه ناشئه او لسه ستارت اب حاجه جديده، فانت حضرتك بتركز على انك تجذب عملاء جداد، لان انت لسه ما حدش عارفك في السوق. لكن لو انت قديم في السوق فتبتدي تحاول تحافظ على العملاء القدامى، لان الزبون بيجيب زبون برضو. فاحنا كده عملنا، والاحسن طبعا لو انت شركه تعرف توازن ما بين الاثنين، فدي حاجه جميله جدا وهتبقى احسن. ده فيديو النهارده، ولو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي.